السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا امبارح جماهير النادي الأهلي والسباب الجماعي اللي حصل في مباراة فاركو، إن هم قعدوا يشتموا في شيكابالا ووالدته في مهزلة كروية يعني الزمالك مش طرف أصلا في الماتش، والجماهير الأوساخ فضلوا يشتموا في شيكابالا اللي هو أساسا مش موجود في الملعب وكده، بس هي عندهم كده. طلع النهارده المستشار مرتضى منصور في بيان ناري هو وشيكابالا، ورد على الكلام ده، ولخص البيان. هو فعلا بيان جه في وقته، ورد ان هو بيحترم القانون ويحترم القضاء ويحترم مجلس الدولة وإلخ يعني. بس هو مش ناوي يسكت، وقال ان هو بقى على اخره. وبعدين قال ان هو اتحبس شهر عشان شتم اخت محمود الخطيب. طب فين الدولة من الكلام ده؟ فين الدولة من السب الجماعي؟ ده خالد مرتجي بيطلع كل يومين يشتم في نادي الزمالك. يعني خالد مرتجي اللي هو عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي بيطلع كل يومين كده يعمل تويتة، يطلع يتكلم اللي هو على عمال على بطال يعني، ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه. وغيره كتير يعني. احمد شوبير نفسه بيطلع كل يوم بيتكلم، بس في ايه، في المتغطي، عامل فيها ناصح يعني، ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه. وطبعا قرار ان المستشار مرتضى منصور واقف شيكابالا، ده كان اشاعه. النهارده المستشار مرتضى منصور اكد ان هو كان اشاعه، ان الراجل كان مصاب وما كانش فيها اي استبعاد. احنا احنا كلنا عايزين حق شيكابالا، وكلنا بنستنكر هذه الافعال اللي بتحصل من جماهير. كل مره جماهير النادي الاهلي هي بتبقى السبب، هي بتبقى الفعل. بتطلع تشتم في اللعيبه، بتطلع تشتم في اي حد، وما حدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. ما حدش اصلا بيقول لهم انتوا فين الشباب والرياضه من الكلام ده؟ فين؟